على ما حدث اليوم في محاكمة الدكتور مرسي. أنا أولا بأحيي الرئيس المنتخب المختطف الرئيس محمد مرسي على هذا الموقف الصامد والثابت للتأكيد على أن الشرعية تثبت والانقلاب ينكسر. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا، أنا بأؤكد على غباء المنظومة الانقلابية في اختيارها التوقيت الذي يتعلق بالمحاكمة وكذلك الأمور التي أحاطت بهذه المحاكمة. هذا كان اختبار لم تستعد إليه ولا له سلطة الانقلاب ولا منظومة الانقلاب في هذا الإطار، وحينما واجهت هذا الاختبار سقطت سقوطا ذريعا، ونستطيع أن نقول أنه من خلال هذه الأشياء المتسربة التي بدا فيها الدكتور مرسي رئيسا منتخبا شرعيا ثابتا صامدا، وكانت السلطات الانقلابية مروعة خائفة مهتزة مرتعشة. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا هو زيادة المساحات التي تؤكد على معنى أنه لا يمكن إطلاقا قبول هذه المحاكمة في صورتها التحكيمية. وهنا أؤكد لك أن منظومة الانقلاب التي تعمل سرا هكذا إنما تعبر عن خوف شديد من شعبها ومن تلك التظاهرات والاحتجاجات. هل تعلم سيدي أن لجنة ال50 تقوم بعمل دستور في غرف مغلقة مظلمة وتقوم ذلك بالسر بعملية تصويت؟ هل تعلم أن الحكومة الانقلابية تعقد اجتماعاتها بشكل سري ثم تعلن بعد ذلك أنها اجتمعت بعد أن تفرغ من اجتماعاتها في مكان مختلف كل مرة؟ هل تعلم أن هذه المحاكمة الذين يقولون أن الرئيس مرسي هو الذي طلب، للأسف الشديد بعض الناس المهرجين بيقولوا أن الرئيس مرسي هو اللي طلب أنها لا تذاع لأنه يعني في مقابل أنه يلبس البدلة البيضاء أو شيء من هذا القبيل. هذا الهراء الذي يؤكد أن الرئيس المرسي أن المحكمة لا تذاع، وفي ذات الوقت أن الرئيس مرسي لم يخلع ملابسه المدنية دكتور سيف التي تتعلق بهذا الشأن، والذي أراد القاضي أن يلبسه إياها في تهمة غير بريئة وفي تهمة غير مقبولة أو معقولة. دكتور سيف، يعني ربما طرح عليك هذا السؤال أكثر من مرة ولكن لا بأس بطرحه مرة أخرى. يتذكر الكثير من المتابعين أنك كنت مستشارا للرئيس مرسي، وبعد الإعلان الدستوري الشهير تقدمت باستقالتك وبدأ أنك كنت متأثرا جدا، فقد يستغرب البعض دفاعك عنه بهذه الطريقة الآن. أنا لا أدافع عن الرئيس مرسي، أنا أدافع عن الشرعية التي تنتهك، أدافع عن مستقبل مصر السياسي الذي يمكن أن يعقب عليه جنرال بجرة سلاح. أقدم المعنى الذي يتعلق بضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان، أي إنسان أيا كان انتماؤه. الأمر أيضا يتعلق بأن الأسباب التي أدت إلى استقالتي هي أسباب تتعلق بالاختلاف حول الصورة التي يتعامل بها مع المسائل وبعض الأمور التي تتعلق بالطرق التي تتعلق باتخاذ القرار، وهذه أمور تحتملها السياسة، ولكن لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن أصول الشرعية. ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل الانقلابي فأصابه. هؤلاء الذين قاموا بهذا الانقلاب إنما يصادرون مستقبل مصر السياسي برمته ولمدة عقود آتية. لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذا هو موقف مبدئي، والموقف المبدئي يقول أن هذا الرئيس هو الرئيس المنتخب، وأن هذا الرئيس انتخب بالصناديق لا بعد الرؤوس، ومن ثم نؤكد أنه هو الرئيس المنتخب. أفتخر بأن يكون رئيسي
حتى وهو يقوم بهذه السلوكيات التي تعبر عن صموده وثباته في هذا المقام. ولعمري كيف يحاكم هذا على أمر قال قائد الحرس الجمهوري وكذا وزير الداخلية أنهم لا يطيعون أوامره، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يرتكبون كل الخطايا فيقتلون الآلاف ويعتقلون الآلاف وكل هؤلاء، ثم بعد ذلك شكرا لك دكتور. هؤلاء أي منقلب ينقلبون، وسيكون في محاكمة هذا الشعب العظيم بثورة مستمرة وبثورة أخرى. شكرا جزيلا لك. من القاهرة الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.